السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم والف مرحبا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للناس اللي باغيه تعرف حاله هشام فين وصلت من خلال التدوينه اللي كتبتها الزوجه ديالو خديجه الصديقي، تبعوا الفيديو حتى الاخر. خديجه الصديقي بينات الانزعاج ديالها من الاشخاص اللي كيروجوا اشاعه موت الزوج ديالها هشام، اللي كلنا كنعرفوا انه كيعاني مرض سرطان. الشيء اللي خلاها انها تخرج من الصمت ديالها عبر الصفحه ديالها الرسميه بموقع انستغرام، ونشرت تدوينه كتكشف الوضع الصحي للزوج ديالها، وكتعاتب الناس اللي نشروا خبر الوفاه ديالو من اجل البوز ورفع نسبه المشاهده. ودابا اسمحوا لي نقول لكم شنو كتبات خديجه الصديقي عبر الموقع ديالها في الانستغرام. نسألكم الدعاء لأخوكم هشام، وسمحوا لي بزاف على هاد الغيبة، ما ديروهاش مني قلة الصواب. فاش يولي ان شاء الله كل شيء بخير وعلى خير نجلس ونعاود لكم كيف موالفه. غير هو حاليا القدره باش نهز التيلي ونصور فيديو ونهضر معكم كيف موالفين، والله ما عندي. الحمد لله على كل حال، ان شاء الله هشام غادي يولي بخير وعلى خير، واملنا في الله كبير. والناس اللي كيكتبوا ما تعمر الموت ما جات بالمرض، ما عرفنا شكون السابق فينا، ولكن عيب وعار عليكم تخلعوا الناس باش تطلعوا المشاهدات، واللي جات من عند الله مرحبا بها، واللي لا يضرني فيه. فالله يخليكم اللي ما عندوش شي خبر موثوق منه بلا ما يبقى يكذب على الناس. كنا كنعيشوا لحظات الترقب، كنا مخلوعين على حالة هشام، وكنتمنوا ليه الشفاء العاجل ولجميع مرضى السرطان. وما تنساوش الطلب ديال خديجه الصديقي التمسات المتابعين ديالها عبر الحساب ديالها بالانستغرام، تبرع بقارورة الماء ويفرقوها على الناس المحتاجين، مع الدعاء بالشفاء لهشام وجميع مرضى المسلمين.